في هذا العالم المظلم، حيث تختلط الحقيقة بالوهم وتغيب العدالة خلف ستائر الصمت، هناك أماكن لا تذكر في الكتب ولا ترسم على الخرائط. أماكن تدار فيها مصائر الشعوب وتحاك فيها خيوط اللعبة الكبرى. من قلب إحدى أكثر الدول عزلة، ومن خلف أبواب مغلقة لا يعرف سرها إلا القلة، ولد كيان لا يشبه سواه. كيان لا يعترف بالقوانين ولا يؤمن بالحدود. غرفة صغيرة، لكنها تحمل بين جدرانها أسراراً تهز عروشاً وتمول حرباً وتسكت شعوباً. فما هي غرفة 39 ومن يحكم من خلفها؟ وهل نحن أمام مجرد قصة مخابرات أم أمام حقيقة أكبر من أن تصدق؟ Let's go! في أماكن في العالم بتكون مقفولة، مش علشان محدش يعرف يوصل لها، لأ، علشان محدش مسموح له حتى يفكر فيها. أماكن مش موجودة على الخريطة ولا ليها عنوان، لكن اللي جواها بيغير مصير الدول، ويمكن يغير مصيرك أنت شخصيا من غير ما تحس. تخيل إن في أوضة واحدة بس مقفولة على أسرار بمليارات الدولارات، وبتبيع وتشتري في السلاح والعملات والبشر، وهي اللي مخلية نظام كامل لسه واقف على رجليه. النهارده هحكي لك عن غرفة، بس مش أي غرفة، الغرفة اللي لو اتفتحت ممكن تودي العالم كله في سكة تانية خالص. أنا أحمد علي، والنهارده هقول لك حكاية الغرفة 39 في كوريا الشمالية، ودي أصل الحكاية. في حكايات أول ما بتسمعها بتقول استحالة تكون حقيقية، بس الغريب إن الاستحالة دي ساعات بتكون حقيقية أكتر من الخيال. تخيل إن في غرفة جوه مبنى حكومي في واحدة من أكتر الدول انغلاقا على وش الأرض. الغرفة دي فيها سر بقاء النظام كله، نظام سياسي اقتصادي ومخابراتي كمان، كل ده موجود في أوضة واحدة ما فيهاش شباك. النهاردة إحنا قدام واحدة من أكتر القصص رعب وغموض في العصر الحديث، واللي لو قلت لك إن الغرفة دي ممكن تكون المسؤولة عن تصنيع عملات مزورة وتجارة سلاح وتجارة مخدرات وتهريب ذهب، هتقول لي يعني ده فيلم خيال علمي؟ هقول لك لا، دي الحقيقة. إحنا بنتكلم عن واقع. الموضوع بدأ سنة 1972 لما الزعيم الكوري كيم إل سونج قرر يعمل وحدة سرية جدا تابعة بشكل مباشر لمكتب زعيم الدولة، تكون مهمتها توفير مصادر دخل غير تقليدية للنظام. مش دخل رسمي بقى من جمارك أو ضرائب، لا، إحنا بنتكلم عن دخل شديد السرية. الوحدة دي اتسمت غرفة 39 على اسم المكتب اللي كانت فيه داخل مبنى حزب العمال الكوري في العاصمة بيونج يانج. ومن يومها الغرفة دي بقت واحدة من أخطر الكيانات المالية في العالم. محدش يعرف مين اللي بيشتغل فيها، وأشخاص محددة من الزعيم نفسه اللي مسموح لهم بدخولها. كيم إل سونج اللي حكم كوريا الشمالية من سنة 1948 لحد ما مات سنة 1994 كان شايف إن مفيش ضمان لاستقرار النظام الشيوعي غير بوجود خزنة سرية بعيد بقى عن عيون الشعب وعن أرقام الدولة الرسمية. خزنة مهمتها الوحيدة تمويل العمليات الخاصة وتشتري ولاءات وتدير العالم من تحت الترابيزة. بعد وفاته ابنه كيم يونج ورث السلطة، لكن كمان ورث الغرفة. الراجل ده بقى أخطر من أبوه، كان بيحب الأفلام الأمريكية خصوصا أفلام جيمس بوند، وكان بيجمع العربيات الفارهة والساعات الغالية وبيصرف زي الملوك. يقال إن كيم يونج كان بيتعامل مع غرفة 39 كأنها حسابه البنكي الخاص، يطلب منها ملايين وهي تنفذ في ثواني. الغرفة دي وعلى حسب تقارير مخابرات أمريكية دخلها السنوي كان بيوصل في بعض السنين لأكتر من تريليون دولار. الفلوس دي بتيجي منين؟ هنا بقى ندخل في الجزء الغامض والمرعب. أولا الغرفة دي متورطة في تصنيع وتوزيع عملات مزورة من فئة $100، بس مش أي تزوير، ده تزوير احترافي لدرجة إن المخابرات الأمريكية أطلقت على النسخة دي اسم سوبر نوت. والسوبر نوت دي كانت بتتصنع في المطابع على أعلى مستوى واتهربت من خلال دبلوماسيين وشنط دبلوماسية. تاني حاجة تجارة المخدرات. كوريا الشمالية بتزرع الأفيون وبتصدره من خلال شبكات في الصين وتايلاند. المخابرات الأسترالية قبضت على سفينة كورية سنة 2003 اسمها بونج سو محملة بكميات ضخمة من الهيروين. السفينة كانت تبع شركة حكومية، لكن في الحقيقة إنها تبع الغرفة 39. تالت حاجة تجارة السلاح. كوريا الشمالية بتبيع السلاح للي يدفع، من أفريقيا لحد أمريكا اللاتينية. صواريخ، راجمات، أجهزة اتصالات، كلها بتتباع تحت ترابيزة العلاقات الدولية، والغرفة طبعا هي الوسيط الوحيد. رابع حاجة الاتجار في البشر. في تقارير بتقول إن كوريا الشمالية بتبعت عمالة إجبارية لدول زي روسيا والصين والإمارات وغيرهم، والعمال دول بيروحوا يشتغلوا في ظروف صعبة أشبه بالعبودية وبياخدوا ملاليم، وكل الفلوس تتحول لحسابات تبع الغرفة 39. خامس حاجة شركات واجهة بس. الغرفة عندها عشرات الشركات اللي شكلها قانوني 100%، لكن الحقيقة إنها مجرد واجهة لغسيل الأموال. شركات في الصين، سنغافورة، ماليزيا، ألمانيا، كلها بتدخل مليارات الدولارات في حساب بنكية سرية في سويسرا ودبي وسنغافورة. المصيبة إن لحد النهاردة محدش يعرف مين اللي بيرأس الغرفة دي. في إشاعات بتقول إن اللي بيديرها أخت زعيم كوريا الحالي كيم يونج، لكن مفيش تأكيد رسمي. وعلشان تبقى عارف، كيم يونج اللي هو الزعيم الحالي ماشي على نفس خطى أبوه وجده، يمكن كمان أخطر منه. كيم يونج اتولد يوم 8 يناير 1984، وتربى جزء كبير من طفولته في سويسرا تحت اسم مزيف علشان يتعلم تعليم غربي بعيد عن عيون العالم.
وعلشان كمان يتشكل كشخصية مش بس حاكم. لا، ده واحد بيبني صورة لنفسه على مزاجه. لما رجع كوريا الشمالية كان خلاص جاهز يتولى الحكم، وده حصل رسميا سنة 2011 بعد وفاة أبوه. أول ما مسك ابتدى يثبت نفسه بقرارات دموية. قعد مع عمه في ديسمبر 2013 ووزير دفاعه في 2015 لمجرد إنه شك إنهم ممكن يشككوا في سلطته. الراجل ما بيسيبش خصمه واقف على رجليه. سيطر على حزب العمال ورجع لنفسه لقب الأمين العام في 2021. أسس شخصية جديدة حوالين نفسه وبدأ يعيد بناء صورته كديكتاتور، بيخلي صورته موجودة في كل بيت وفي كل مدرسة وحتى في الأغاني الوطنية. أما على مستوى التطوير العسكري فالراجل ما بيهزرش، مجنون، وطبعا العالم كله عارف. من سنة 2013 لحد 2017 عمل 6 تجارب نووية، منهم واحدة هيدروجينية وصواريخ باليستية بيوصل مداها لأمريكا، وكمان دخل في الحرب السبرانية. وسنة 2016 حاول يسرق مليار دولار من بنك بنجلاديش عبر الإنترنت. وفي الوقت اللي دولته بتعاني من نقص أكل وعقوبات دولية، هو كان بيبني منتجعات سياحية فخمة زي منتجع كلمة اللي افتتحه في يونيو 25، وبيظهر فيه مع مراته وبنته الصغيرة اللي بيقولوا إنها الوريثة المحتملة للعرش. ومن سنة 2024 ابتدى يدخل تحالف مباشر مع روسيا أثناء الحرب على أوكرانيا، وفعلا بعت قوات كورية تحارب في روسيا. والصور اللي اتنشرت في يوليو 2025 وهو بيقف على نعوش جنوده اللي ماتوا هناك كانت رسالة واضحة للعالم إن كوريا دخلت الحرب. الفلوس اللي بيحتاجها علشان يبني جيشه ويشتري التكنولوجيا ويكسب ولاءات الناس كلها بتيجي من الغرفة 39، سواء من تزوير أو تهريب أو سرقة إلكترونية أو شغل مشبوه. الغرفة شغالة في كل اتجاه. يعني الغرفة دي باختصار مش مجرد مكتب، دي كيان موازي بيشتغل على تمويل النظام بالكامل في بلد مقفول وبيتحكم في حياة 26 مليون بني آدم. ورغم العقوبات الدولية والغضب العالمي والغموض اللي بيحاول كوريا الشمالية، غرفة 39 لسه بتشتغل ولسه بتمد الزعيم باللي هو عايزه. الأسئلة اللي بتفضل ملهاش إجابة: إزاي النظام ده بيهدد العالم؟ وإزاي العالم كله ساكت؟ ولو في غرفة زي دي في كوريا، يا ترى في كام غرفة شبهها حوالينا؟ ومين اللي بيحرك العالم بجد؟ يعني في الآخر الغرفة اللي عمرها ما طلعت للنور هي اللي بتشتغل نظام كامل في بلد مغلق، وممكن تكون بتحرك حاجات في العالم إحنا مش شايفينها. مش لازم كل حاجة تكون شايفها، مش لازم كل حاجة تكون قدامنا علشان تبقى مؤثرة. ساعات اللي تحت الأرض هو اللي بيبقى شايل السقف. كنت معاكم أحمد علي، ودي كانت حكاية غرفة 39. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في الحكاية الجاية.